يا مساء الخيرات، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سلام يا رب العالمين. النهاردة جايالكم بوصفة جديدة وأكلة جديدة، يا رب تعجبكم. الأكلة دي تعتبر يعني هي صينية دجاج أو فراخ يعني، بس هي مختلفة شوية. ويلا بينا نبدأ ونسمي الله ونشوف وصفتنا النهاردة نبتديها ازاي. أول شي هنقطع البصل مكعبات وسط. طبعا بنحط كمية من البصل، يعني أنا حطيت يمكن 5 بصلات وسط. تمام. وبعدين قطعتهم مكعبات. طبعا أنا مرضتش إن أنا أحطهم في الكبة، لأن الكبة بتخلي البصل يعني زيادة، بينزل مية، وبيكون طبعا تقطيعته مفرومة أكتر. أنا وصفتي دي النهاردة مش محتاجة البصل فيها يكون مفروم زيادة، يعني لازم يكون مكعبات، ما يكونش اكتر من كده. هو كده كده هيدوب البصل في الاكله، فعشان كده يعني عايزين نخليه شويه باين. وكمان هنستخدم في وصفتنا النهارده الفلفل الالوان، وهنقطعه نفس تقطيعه البصل مكعبات. طبعا هي وصفتنا النهارده مش هنحط فيها حاجات كتيره غير الفلفل الالوان والبصل. خلاص قطعت الفلفل وخلصته، وابتديت ان انا اجهز البهارات اللي انا هشتغل بيها في وصفتي النهارده. طبعا انا استخدمت النهارده فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، كزبره ناشفه، ملح، بابريكا، بهارات فراخ، جنزبيل، جوز الطيب. هي دي البهارات اللي احنا استخدمناها النهارده، مع 5 فصوص توم مهروسين. ال5 فصوص توم دول بيخلوا الاكله في حته تانية، بيعلوا التست قوي، بيخلوها جميله. طبعا انا خلاص كنت انتهيت. طبعا في الاول شيء عملته ان انا غسلت الفراخ بتاعتي كويس جدا، وكنت طبعا خلاص انتهيت منها من غسيلها. وابتديت زي ما انتوا شايفين كده، جبت البولة بتاعتي وحطيت فيها الفراخ، كنت مصفيها خالص من المية، مش مخلية فيها مية خالص، ناشفة. وابتديت احط عليها كل البهارات اللي انا قلت لكم عليها، وابتديت اتبل فيها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما احس اني خلاص الفراخ اخدت من التتبيلة وشبعت يعني على قد ما تقدري قلبي فيها ما تزهقيش. على فكرة يعني بتكون طعمها حلو جدا، كل ما انت بتحطي كده التتبيلة وبتتبليها زيادة، والله طعمها بيبقى جميل. على فكرة يا جماعة، انا عايزة اقول لكم على وزن الدجاج اللي المفروض ان هو يستخدم في الوصفة دي. ما يكونش كبير، يعني يكون مثلا على قد كيلو، مش اكتر من كده. وبتقطعي الفرخة على 8 قطع، يعني على اساس انها تستوي معاكي بسرعة. انت هتشوفي ازاي واحنا بنحضرها. بس كده. وطبعا انت خلاص جهزتيها وغطيتيها بالبلاستيك، ولازم تنتظري طبعا عليها ساعتين اقل شيء او 3، تحطها في التلاجة وتسيبيها. ابتديت احضر الحلة بتاعتي واحط فيها الزيت، احط حبة زيت كويسين كده. وطبعا مع الزيت انا بحط زبدة دايما، يعني معلقتين زبدة كده برضو يكونوا كويسين كبار. وبفضل اقلب فيهم كويس كويس لحد ما يدوبوا ويسخنوا جدا جدا. ده اهم شيء كمان، لازم يعني في الوصفة دي تكوني مسخنة المادة الدهنية اللي انت بتستخدميها كويس جدا، عشان هنعمل للفراخ صدمة. لازم يكون المادة الدهنية بتاعتنا سخنة جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا غطيت الفراخ وسبتها شوية على النار وفضلت اقلب فيها. شايفين بقى اللون الجميل الذهبي ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه نوصل له في التسوية، انها كأنك انت بتحمريها. شايفين ازاي السمنة او الزبدة موجودة ازاي من تحت، ما فيهاش نقطة مية. هو ده اللي احنا عايزينه في التسوية بالظبط، نفس اللون الذهبي. وكده خلاص احنا وصلنا لدرجة التسوية اللي احنا عايزينها. وهنا هبتدي اضيف الثوم والبصل، وبعدين اقلبهم كويس في بعض. هنا بقى النقطة اللي انا قلت لكم عليها،
اللي هي بتاعة التوم المفروم. طبعا احنا بالنسبة لينا حطينا التوم البودر مع الدجاج والبهارات اللي احنا تبلنا بها الفراخ، لكن هنا حطينا في التسوية اللي هو التوم المفروم. هنا بيعلي التست بتاع الأكلة، بيخليها جميلة جدا. طبعا هو في الآخر بيدي طعم حلو الاتنين مع بعض. طبعا غطيتها شوية وسبتها البصل كده يدبل، وبعدين قلبتها وضفت لها بقى الحاجة الجميلة اللي بتدي طعم جميل جدا للوصفة دي، اللي هو دبس الرمان. زي ما انتوا شايفين بيدي اللون الجميل المكرمل ده البني، غير الطعم بتاعه حلو جدا. بغطيها شوية بسيبها مش كتير، يعني 5 دقايق بالكتير، وبروح ضيفها معاها الفلفل الألوان زي ما انتوا شايفين. وببتدي طبعا ان انا اقلب كل ده مع بعضه. ويا ريت وانت بتقلبي تكون ايدك حنينه عشان الفراخ بتكون مستويه، فدايما تكوني بتقلبي كده يعني بطريقه حساسه عشان الفراخ منك ما تتقطعش. تمام. وهنا جت الصدمه. بعد ما سويت خلاص الفراخ زي ما انتوا شفتوا، حطيتها في البايركس، كنت لسه جايباه جديد، اول مره كنت اشتغل بيه. وهنا بقى الصدمه، بعد ما حطيت الفراخ وابتدي اوزعها في الصينيه عادي خالص وعشان ادخلها الفرن، بصيت كده لقيت الصينيه اتكسرت البايركس، وكانت لسه جديده واول مره اعمل فيها اكل والله. وكنت مشتريها غاليه مش رخيصه، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. غيرت الصينيه وحطيتها في صينيه تاني اصغر منها اللي كانت موجوده عندي، بس الحمد لله الاكل ما حصلوش حاجه. وهنا ابتديت اعمل رز مصري بالشعرية. طبعا جنب الاكلة بيبقى ليه طعم تاني حلو جدا، وانا عندي ولادي بيحبوا جدا الاكلة دي مع الرز. هي بتنفع طبعا مع الرز الابيض او الرز اللي هو فيه شعرية زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كنت بزود زبدة شوية، لان حسيت ان هو هيحتاج شوية مادة دهنية، حطيتها مع الشعرية. وكنت طبعا غسلة الرز ومصفياه ومنشفاه شوية، وبعدين حطيته مع الشعرية. وزي ما انتوا شايفين فضلت اقلب فيه كويس جدا لحد ما حسيت الرزية كده خلاص، يعني سمع صوتها في الحلة. تمام. بعدين ببتدي اضيف ليها الملح برضو، بقلبه كويس. وبحط طبعا مكعب من المرقة برضو بقلبه كويس. على فكرة يا جماعة، بالنسبة للرز اللي أنا كنت ضيفاه هو أقل من كيلو إلا ربع. تمام. وضفت معاه لتر مية، وهنا صبرت على الرز شوية يغلي، وبعدين وطيت عليه وغطيته وسبته يستوي كده على نار هادية. وكنت هنا خلاص غيرت الصينية بتاعتي وحطيت صينية تانية ودخلتها الشواية، وحطيت عليها شوية بسيطة من الجبنة. وزي ما انتوا شايفين شكلها جميل والله يا بنات، وطعمها احلى والله، تستاهل بقكم. جربوها، ولو عجبتكم قولولي في الكومنتات. يا رب تعجبكم يا رب، وتكون وصفتي سهلة وخفيفة عليكم. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، يعني محتاجين شوية تشجيع عشان القناة تكبر ان شاء الله. ان شاء الله القناة تكبر بيكم بإذن الله يا حبايبي.